في حاجات ساعات بنعرف قيمتها لما نختار الصح، والصدق مش بس كلمة، ده شعور بيخلي قلبك مرتاح والناس حوالينا يحسوا بالأمان. اليوم معانا حد جديد، تيتا هدى، عندها خبرة كبيرة وبتحب تساعدنا نفهم الصح. أهلاً يا زيد. الصدق مش بس كلمة نقولها، ده شعور من جوه بيهدينا ويخلينا أقوى. لقيت لعبة أخويا نفسي أخدها دلوقتي، بس حاسس إن ده مش صح. زيد، اختياراتنا الصغيرة هي اللي بتوضح مين إحنا، وأوقات الصدق صعب بس بيخلي قلبك مرتاح أكتر من أي حاجة تانية. حتى لو حد من أصحابي يقول لي أخدها، ده هيبقى غلط؟ بالظبط، أحياناً الصح مش سهل، لكن دايماً بيخلي قلبك حاسس بالأمان. كان في ولد يا زيد كدب على أهله وقال مرة وخلاص، بس المرة بقت 2. وفي الآخر لقى نفسه زعلان ومش طايق نفسه، عشان الثقة لما بتتكسر صعب ترجع تاني. يعني الكذب مش بس يزعج الناس، كمان يشوه قلبنا. بالظبط، الصدق يحمي قلوبنا ويخلي الناس حوالينا يحسوا بالأمان ويثقوا فينا. حسيت لو احتفظت باللعبة قلبي مش هيبقى مرتاح، مش بس أخويا هيتضايق، أنا كمان هزعل من جوايا. دلوقتي جرب تقول الحقيقة مهما كانت صعبة. يا أخويا، أنا كنت هحتفظ بلعبتك، بس ده غلط وسبتها مكانها. شفت؟ قلبك دلوقتي مرتاح، وده أهم شعور. الصدق مش موقف واحد، الصدق حاجة بنعملها كل يوم، حتى في الحاجات الصغيرة، وحتى لو حد صغير أو كبير، الصدق يدي شعور أمان وفرحة جوه قلبنا. لو حكاية النهاردة لمست قلبك تابعنا عشان نكمل مع بعض ونتعلم مع بعض نختار الصح، حتى لو كان صعب، ومع بعض هنخلي كل يوم بداية جديدة.